لكم المحبة والسعادة الأحبة الكرام. أمنيتي أن هذا المقطع تشاركوه وتعلقون عليه، أتمنى ذلك. سألت أنديريا غاندي ابنة جواهرلال نهرو، سألت أبوها قالت: ماذا يحدث في الحروب؟ أجابها جواهرلال نهرو قال: ينهار التعليم والاقتصاد. فقالت: وإذا انهار التعليم والاقتصاد ماذا يحصل؟ قال: تنهار الأخلاق. ردت عليه قالت: وإذا انهارت الأخلاق؟ أجابها قمة الحكمة والكياسة، قال: وما الذي يبقيك في بلد لا يوجد فيه أخلاق؟ قمة الحكمة والكياسة. الأحبة الكرام، صوت مجلس النواب العراقي على قانون مهم، وهو قانون البغاء والمثلية الجنسية. تصويت عن البغاء وعن المثلية الجنسية، وهذا شيء يفرح أن مثل هذا القانون يصوت في البرلمان العراقي. الشعب العراقي تماما مختلف مع آراء البرلمان ومع آراء الحكومات، ولكن علينا أن نتفق مع أي قانون فيه خدمة للشعب العراقي وفيه خدمة لأبناء هذا الوطن. طبعا هذا القانون كل إنسان يفرح به، ولكن اللي واقعا يشل العقل، جاءت البيانات التي صدرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. صدرت منهم بيانات قوية جدا، وهم يتحدون البرلمان العراقي ويتحدون الحكومة العراقية بتمرير هذا القانون. يعني الرسالة اللي اجت من أمريكا: ما من حقكم أن تمنعون المثلية الجنسية، ما من حقكم أن تمنعون البغاء، ويكون هناك حفاظ. شلون؟ احنا ما نريد هذا الحفاظ. هذه الحرية اللي تريدها أمريكا، هذه أضحوكة الحرية اللي تبحث عنها بريطانيا. يا أعزائي أيها الإخوة الكرام، بغض النظر عن هناك خلاف مع البرلمانيين مع الحكومات، لكن هذا القانون يجب أن نضع أيدينا بأيدي من شرع القانون. لازم أن نكون صوت مع أبناء التشريع ونقولهم: نعم، الشعب العراقي كله يوافق على هذا المشروع، وهو مشروع البغاء والمثلية الجنسية. هذا القانون يريد يحافظون به على أبنائنا وعلى بناتنا. هذا القانون إذا ما تمرر واقعا سنقع في محيط الإهانة، في محيط الحريات اللي تريدها أمريكا وبريطانيا. أتمنى من كل غيور ومن كل محترم أن ينشر هذا المقطع، وأن يكون صفا واحدا مع الذين شرعوا قانون البغاء والمثلية الجنسية، حتى يكون صوتنا واضح بأننا نريد الحفاظ على أبناء مجتمعنا، نريد الحفاظ على هويتنا، نريد الحفاظ على وطننا. دمتم سالمين.